بتروح الجيم وبتتمرن وبتعرق، طب وبعدين مفيش اي تغيير في جسمك. عارف ليه؟ لان التمرين هو الجزء الاسهل، لكن اللي بيحدد شكلك فعليا هو الاكل. خلينا نعرف مع بعض، هل التمرين لوحده كفايه ولا لازم له جزء يكمله؟ ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناه علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي توصلك لهدفك. لو مش بتظبط اكلك مش هتشوف اي تغيير في جسمك مهما اتمرنت. الجسم محتاج وقود مناسب، وده هيجي منين؟ مجهودك كله في الجيم هيضيع لو جسمك ما فيهوش الوقود المناسب، والوقود دايما بيجي عن طريق الاكل. هل الدايت نظام يناسب كل الناس؟ خليني اقول لك ان الدايت بيكون مناسب ليك انت شخصيا على حسب هدفك، واللي يناسبك ممكن ما يناسبش غيرك. يعني مثلا لو عاوز تخس يبقى هتاكل اقل من اللي بتحرقه وتحط معاه بروتين عشان يحافظ على عضلاتك، ولو عاوز تضخم فهتزود الاكل، ولكن اكل نظيف، مش اي سعرات حراريه تدخلها جوه جسمك وخلاص. اما لو عاوز تحسن جسمك فلازم اكلك يكون متوازن مع سعرات حراريه محسوبه. هسيب لك في صندوق الوصف الاكلات المناسبه لكل وجبه في الانظمه الثلاثه دول، وحطها قاعده في رحلتك. الدايت مش حرمان، بس لازم يكون فيه نظام. مش لازم تاكل فرخه مسلوقه او خس طول الوقت، لكن الفكره انك تختار اكل صحي بدون تعقيد. ودلوقتي ازاي تظبط اكلك مع تمارينك في الجيم؟ ركز على الاكل اللي فيه بروتين زي اللحوم والسمك والبيض والالبان، وخلي الكربوهيدرات نظيفه اذا هتلاقيها موجوده في الشوفان والبطاطس المسلوقه وغيرها. وكمان ما تنساش الدهون الصحيه زي اللي موجوده في المكسرات وزيت الزيتون. واكيد اشرب ميه كتير علشان الحرق يكون سريع. وفي النهايه، عاوز جسمك يكون مثالي يبقى الجيم لوحده مش هيبقى كفايه، لازم اكلك يكون مظبوط. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في الفيديو اللي جاي، وخليكم دايما ابطال.